السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة تعالوا مع بعض نروح جولة كده في وكالة البلح، نتعرف على اسعار الذهب الصيني هناك والاستانلس كمان، بالنسبة للحلقان والخواتم والسلاسل والكوليهات، وكمان الانسيالات والغوايش والاساور، بالنسبة للحلقان البريمة والحلقان اللي هي الطويلة والدبلة وكل الحاجات الجميلة اللي بنتفرج عليها دلوقتي، هنعرف أسعارها، وكمان هنعرف المكان تحديدا وازاي أوصل للمكان ده بسهولة عن طريق المترو أو عن طريق المواصلات. تعالوا مع بعض كده نستعرض مع بعض السلاسل اللي احنا شايفينها مع بعض دي. استانلس اللي هي الحروف، وكان سعرها 100 جنيه. طيب انا وصلت هنا ازاي؟ وصلت عن طريق مترو ماسبيرو، هو اقرب حاجة للمكان هنا، والفرشة دي بالظبط كده عن قصاد كبدة الدريني، ويمكن العنوان يظهر لكم بالتفصيل في اخر الفيديو. كمان هيظهر لكم الرقم بتاع البائع، هو اسمه هشام. ممكن كمان تاخدوا من عنده جملة، متاح ان انتوا تاخدوا منه شغل لو حابين تشتغلوا فيه اونلاين. تمام. هنا بصوا بقى الانسيالات هتظهر لنا دلوقتي، دي بالنسبة للسلاسل، في سلاسل اللي هي فردي وفي سلاسل اللي هي بتبقى دبل اتنين مع بعض. تمام. بصوا الشغل جميل قوي ورايق كده ورقيق، فظيع جدا. في كل الاذواق موجودة هنا على الستاند ده، زي ما احنا شايفين كده، ده الذهب الصيني. وفي حاجات اللي هي استانلس، هنعرف اسعار كل حاجة حالا. بالنسبة لدول كده دول فردي، كل واحدة لوحدها، وفي دبل، وفي زي ما انتوا شايفين كده الحاجات اللي هي الانسيالات. بصوا الانسيال ده ب85، وهو صيني. شايفين اشكال حلوة جدا جدا بالنسبة للانسيالات. في برضو انسيالات تانية جنبه هنشوفها مع بعض، هنتفرج كده على الكوليكشن الموجود براحتنا خالص. انا قايله لكم على القناة التانية ان احنا هنشوف هنا الفيديو ده بالتفصيل. وهنا الانسيالات دي زي ما احنا شايفين كده استانلس، دي بقى استانلس، وطبعا رقيقة قوي زي ما احنا شايفين. دي اذواق ناس، في ناس بتحب الحاجة البسيطة قوي السيمبل، وفي ناس بتحب الحاجة اللي هي بتبقى واضحة كده وحجمها بيكون واضح. فدي اذواق ناس ودي اذواق ناس. شايفين الجمال؟ سعر الانسيالات الاستانلس دي كانت ب150 جنيه. طبعا الاستانلس بيبقى اغلى من الذهب الصيني، يعني الحاجات دي شبيهتها في الذهب الصيني اقل شوية. تمام. بصوا الستايلات هنا رقيقة بشكل مش طبيعي، جميلة جدا ما شاء الله. الناس اللي بتحب بقى الحاجات الملونة دي متاح، وفي حاجات دي كمان. وهو قال لي ان في ناس بتاخد منه جملة، يعني هو بيطلع جملة عادي. كان نفسي اوي اقيس لكم الشغل الموجود والله، بس او يعني ايه، اظهره لكم كده على ايدي عشان تشوفوه، بس مش مالكة قوي ان انا اعمل كده عشان معايا الموبايل بصور بيه. بعد كده بصوا الحاجات دي بقى اللي هي الاساور، زي ما احنا شايفين كده، اللي بنقول عليها مراية او كارتير تقريبا. بصوا دي بقى دهب صيني، وكان سعرها 40 جنيه. انا تقريبا جايباها من حد قريب من هنا من المنطقة اللي انا ساكنة فيها، كان نفس السعر بالظبط. اما دول بقى بصوا، دول مع بعض 6، دول استانلس سعرهم 370 جنيه. فانا سألته طب لو في حد هياخد مثلا واحدة، قال لي لا، ممكن تاخد 3 مثلا، ما ينفعش تاخد واحدة بس، والتلاتة هيكون سعرهم اقل طبعا. تمام. بصوا في اشكال كتير، التلاتة سعرهم 225. هنا بقى بالنسبة للكوليكشن الموجود ده اللي هو عامل زي المسمار كده، برضو ده اسمه كارتير. كان سعره 100 جنيه الواحدة، بس لوحدها ب100 جنيه، وده كله ستانلس. بصوا الجزء ده هوريكم كده اهو، زي ما احنا شايفين اي واحدة من دول كان سعرها 100 جنيه، وكل شغل ده ستانلس. تمام. هو طبعا عنده خواتم وعنده دبل اشكال كتير. شوفوا بقى الرقة والشياكة والأناقة، دي ب120 جنيه الواحدة بس. تمام. الواحدة ب120، وطبعا الشغل ده ستانلس.
بصوا كوليكشن كبير قوي وشكله جميل جدا. في هنا عنده بقى كنت بقوله يجيب لي اللي هي الانسيالات اللي فوق دي، هي ستانلس بس هو يعني هي بعيدة، وعلشان ينزلها كانت ممكن الدنيا كلها تتبهدل يعني، فانا كنت بقوله نزلها لي عشان اقدر ان انا اصورها لكم يعني من قريب، تقدروا تشوفوا الستايلات بتاعتها او الفورمة بتاعتها. بس هو قال لي صعب علشان تنزل واحدة واحدة يعني. تمام، سعرها كان 120 جنيه الواحدة. دول كمان الناس اللي بتحب الستايل القمر ده 120 جنيه. عنده دبل كمان، الدبل دي في منها صيني وفي منها ستانلس. سعر الصيني الدبل الصيني كان ب40 جنيه، اما الستانلس كان سعرها 120 جنيه. تمام، بصوا الشكل اللي احنا شايفينه. طبعا الحاجة اللي هي بتبقى صيني كان ممكن الدهب الصيني نحط عليها كده اللي هو المقوي الاظافر. تمام، بيبقى لونه شفاف كده وبيحافظ لنا عليها شويه. بالنسبه للحاجات دي الحلقان اللي هي البريمه الستانلس سعرها القطعه 50 جنيه. في هنا اللي هو التكه ده، حلقه التكه. تمام، ده سعره 65 جنيه، ده برضو ستانلس. الستانلس يا جماعه اغلى زي ما اتفقنا في كل حاجه، يعني في الحلقان في الدبل في كل حاجه الستانلس دايما بيبقى عالي عن الذهب الصيني. هنا بقى الانسيالات القمر الصغيره الرقيقه قوي دي سعرها في حاجات ب30 وفي حاجات ب40. عاوزه اقول لكم ان هي كانت سيمبل قوي ورقيقه بشكل مش طبيعي. تمام، تعالوا بقى نشوف الكوليهات والسلاسل دي اسعارها كانت ايه. هنا مثلا انا كنت فاكره دول دورين، لقيتهم دور واحد، الدور ب120، اما الدورين مع بعض كان سعرهم 170. ده شغل ستانلس. هنا كمان الحاجات السلاسل اللي هي الحروف كان سعرها 100 جنيه الواحدة. لو حابين تهادوا بقى حد في عيد ميلاد هتبقى جميلة قوي. هنا الحلقان دي انا بحبها جدا، اللي هي الطويلة دي بتبقى حلوة قوي على فكرة، يعني فيها هو يعني يكفي ان انا اقول ان انا بفضلها، يعني هي جميلة. تمام. عاوزة اقول لكم سعرها كان 65، اما دي سعرها كان تقريبا 70، ودي 60 65. تمام، انا عجبني يعني دايما كده لما بشوف الاكسسوارات بصراحة بضعف قدامها ولازم اشتري فجبت هنا حلق. تمام، خدت واحد من الصف ده. بصوا ده طويل قوي، ستايلات كلها رقيقة بصراحة، الذوق عالي جدا في الحاجات القمر دي. تمام، اخدت طبعا انا في الوقت ده كنت بناديله يجي يجيب لي واحد من الحلقان دي، خدت واحد كان سعره 65. كنت محتاره بينه وبين واحد تاني، بس لما شفته كده على يعني اخدته بره الستاند حسيت ان الاول كان اشيك. كان نفسي اوريه لكم قوي بس انا بصراحه يعني نسيت ان انا اعرضه لكم وانا بصوره. تمام، وكان سعره 65 زي ما اتفقنا. اهو يعني هو ظهر كده في لقطه سريعا، وكان في واحد تاني كان بيفرجني عليه بس انا قلت له لا خلاص انا اخدت ده، حاسه ان هو اشيك يعني. تمام، هنا بقى السلاسل دي دورين، السلسله دي دورين. بصوا سعرها 75. دي نفسها بالظبط، انا كنت فاكره ان هي الواحده، لقيتها معاها برضو ايه، هما دورين مع بعض. تمام، بصوا القمر دي برضو ب75، رقيقه جدا. تمام، بصوا دي كمان، دول برضو اتنين مع بعض. بصوا الشياكه الرقه دي هتبقى على اللون الاسود جميله، ب100 جنيه بس. طبعا انا عشان اوصل للمكان ده واقرب محطة مترو، احنا طبعا في وكالة البلح، موجودين في الوكالة ناحية زكي السماك كده قصاد كبدة الدريني، وهيظهر لكم المكان بالتفصيل دلوقتي. انا علشان اجي من هنا اجي المكان ده جيت محطة مترو ماسبيرو، هي اقرب محطة للمنطقة اللي عند زكي السماك وهي شارع 26 يوليو. تمام، بصوا دي اسمها تنس. تمام، دي اسمها تنس.
وسعرها زي ما انتوا شايفين كده. وده رقم هشام للناس اللي حابه تتواصل معاه لما يروحوا هناك او حابين ياخدوا منه شغل جمله ويتفقوا عليه. تمام. هنا برضو في حلقانه هي اللي هي البريمه، كان سعرها 25 تقريبا اهي، دي ستانلس. عاوزه اقول لكم بقى ان احنا جايين مترو ماسبيرو. تمام. هتلاقوه قصاد كبده الدريني بالظبط، اسالوا بس على كبده الدريني هتلاقوه هناك. تمام. وكمان ممكن وانتوا جايين من الوكاله ناحيه الكورنيش كده، جايين انزلوا السلم التاني، الوكاله السلم التاني. تمام. هنا بقى الخواتم دي، في خواتم منها ب50 جنيه، اي خاتم من دول زي ما احنا شايفين كده كلها. اعتقد ان هي دهب صيني. ماشي. اسم حضرتك ايه؟ اسمي هشام. ماشي هشام. ماشي يا جماعه. شايفين الحاجات بجد في منتهى الجمال. اتمنى يا رب الجوله النهارده تكون عجبتكم. بصوا ادي كبده الدرين اهي، وباب رزق، محل باب رزق هتلاقوه هو قاعد قصادهم الناحيه التانية بالظبط. طبعا هنستكمل جولاتنا هنا على القناه دي وعلى القناه التانية كمان. هسيب لكم لينك القناه التانية تشوفوه براحتكم. بتمنى ليكم يا رب مشاهده طيبه، وبشكركم جدا، شكرا ليكم والسلام عليكم.